لو اللبن عندك قطع بقى تعالي اوريكي فكرة روعة. هتقطعيه عمدا علشان تعملي الوصفة دي. هتجيبي اللبن، لو مثلا نص كيلو لبن هتحطي المقادير اللي اقولك دي عليها. هتحطي عليه معلقة كبيرة من السكر، ونص معلقة صغيرة من الملح، واربع مكعبات من الزبدة. ممكن تبدلي الزبدة بسمنة او زيت، مفيش مشكلة. وهتحطي عليهم كيس خميرة فورية اللي هي 16 جرام تقريبا. وهتنزلي عليهم باتنين من البيض. تخلطي المكونات دي كويس كده مع بعض، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. لو ما عندكيش عجان مفيش مشكلة، ممكن على ايزك عادي جدا. هتنزلي عليهم بست كوبايات من الدقيق. هنعجنهم بقى سوا مع بعض كويس جدا بالأداة دي، بأداة العجن مش الخلط، او على ايدك زي ما قلتلك مفيش مشكلة خالص. بس مهم تعجنيهم كويس جدا. هنعمل منها بقى كذا فكرة، تعملي منها افكار كتير جدا. بصي، ده القوام المطلوب، عايزينه يكون ملزق شوية كده، ما يكونش قوام متماسك ولا يكون قوام سائل، لا يكون عجينة طرية بتلزق شوية في ايديكي. اوريكي قوامها من قريب دلوقتي بالمنظر ده كده. ده القوام اللي احنا عايزينه. شايفة العجينة بتلزق شوية ازاي؟ لا هي سايحة ولا هي عجينة ناشفة بتلم معاكي، مش عايزينها تكون بتلم بالمنظر ده كده. مهم جدا ان قوامها يطلع معاكي بالمنظر ده. يبقى نص كيلو اللبن هنحط عليه 6 كوبايات من الدقيق، نص كيلو اللبن القطع. هنسيبها بقى لحد ما تخمر وتتضاعف في حجمها. تاخد معاكي حوالي ساعتين تقريبا، بس لو في الشتاء هتطول معاكي شوية. بصي تضاعف حجمها ازاي بالمنظر ده. تعالي بقى هنعمل منها كذا حاجة مش حاجة واحدة بس. بصي عاملة ازاي، شايفة خمرانة كويس جدا. اول حاجة هناخد منها كور صغيرة كده بالمنظر ده. دي اول فكرة. صغرتها شوية كمان، كور صغيرة خالص كده بالمنظر ده. وهنعملها ميني بيتزا، ميني بيتزا صغيرة. هتشوفي قد ايه هتبقى هشة، وفي نفس الوقت آه قوامها ممتاز جدا بعد السوا، وغير طعمها رهيب. دي اول حاجة، اول فكرة هنعملها منها. مش هنعمل منها ميني بيتزا بس.
هنسيبها بردك 10 دقايق تخمر مرة تانية قبل ما نحطها في الفرن. جبت بقى شوكليت شيبس، هناخدها نحطها كده في شوكليت شيبس، بديل الكوكيز مش كوكيز، بس عايزة اقولك بتبقى طعمها جميلة بالشوكولاتة كده، هتعجب الاولاد جدا. اصلا العجينة طعمها في حتة تانية خالص، وهتشوفي كمان لما تستوي هتبقى عاملة ازاي. دي تاني فكرة. تالت فكرة بقى ان انتي ممكن تعملي منها قرص عادية خالص، قرص طرية. ممكن كمان تعملي منها قرص محشية بالقرفة والسكر. انا شلت الحتة ديت وهعمل بقى منها اي وقت تقدري تشيلها في الفريزر وتطلعيها، تعمل معاكي، تطلع معاكي كأنك لسه عاملاها. تعملي ممكن منها بيتزاية كبيرة زي ما انت حابة. عايزة اقولك العجينة دي تقدري تعملي منها حاجات كتيرة جدا. بصي بعد السوا هتبقى قوامها عامل ازاي. بصي عاملة ازاي، اوريها لك وافتحها من جوه. غير طبعا مفيدة جدا عشان اللبن. عايزه اقولك ان اللبن لما بيقطع بيبقى مفيد جدا، بيبقى لبن رايب، البكتيريا اللي فيه بتبقى بكتيريا نافعه مش بكتيريا ضاره. بس طبعا لما يقطع، لما تكوني غلياه قبل ما يقطع. لو غليتيه بعد ما يقطع لازم تغليه كويس جدا وهو قاطع. انا اللبن اللي كان قاطع ده كنت غلياه وبعد كده سبته بره فقطع، فبيبقى معاكي عامل زي الجبنه كده. بصي المنظر من جوه عامله ازاي، ورهيبة. طيب لو انتي ما غليتهوش وقطع قبل ما تغليه، اغليه كويس جدا. بعد كده خدي اللبن، هتلاقيه جبن معاكي كده، خديه هو والشرش اضربيه في الخلاط قبل ما تستخدميه. بصي بقى عاملة ازاي، رهيبة. وزي ما قلت لك تقدري تعملي منها قرص، تقدري تعملي منها قرص محشية عجوة كمان زي ما انت حابة. هستنى رأيكم، ما تنسوش تعملوا شير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم.